وهو محمد رحيم. الله يرحمه. فاللي عامل لي مشاعر وعامل لي صبر قليل. زلة لسان من الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلتها اللي كانت موجودة في الكويت بعد ما طلبت من الجمهور يدعوا للراحل محمد رحيم. بعديها على طول قالت يلا نعمل سيئة جارية. خلينا نعمل حاجة سيئة جارية. كان أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد ما اتطلقت رسميا من حسام حبيب، وأول ظهور لحفلتها اللي كانت في الكويت. يا بعد عيني يا بعد قلبي يا بعد عمري. كان معاها أولادها كانوا بيحاولوا يدعموها وظهروا معاها في الصفوف الأولى، ولكن شيرين كالعادة في كل حفلة بتعملها لازم تسيب بصمة للجمهور، وبعفوية وتلقائية خلت الجمهور دعا للراحل محمد رحيم. لكن بعد ما خلصت قالت للجمهور يلا نعمل صدقة جارية، وابتدت تغني أغانيها المشهورة. خلينا نعمل حاجة سيئة جارية. الراحل محمد رحيم كان كاتب أبرز أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، منهم مشاعر وصبر قليل ووتر حساس. بعد ما الفيديو انتشر على السوشيال ميديا الفنانة شيرين اعتذرت لجمهورها وقالت يا جماعة لو سمحتوا ما تخلوش حد يتكلم معايا في المايك لأن ساعات بلخبط في الكلام، وما كانتش قصدها، وقالت بالبلدي إن دي كانت مجرد زلة لسان. نشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد.